ازاي تاخد منحة من مشيخة الازهر؟ يعني ازاي تاخد مبلغ مالي شهري زي المعاش من مشيخة الازهر الشريف؟ خلينا متفقين في الاول ان اي حد مسجل في تكافل وكرامة او اي برنامج نقدي بيتقاضى مقابل ليه او مقابل شهري من اي منحة مش هيعرف يسجل طبعا في منحة مشيخة الازهر. طيب، مين الناس اللي ممكن تقدم او ممكن انها هي متاح ليها ان هي تقدم في منحة مشيخة الازهر؟ طبعا الاسر المتضررة والايتام والغير قادرات على ان هم يجهزوا نفسهم، يعني تكون في بنت راح تتجوز ومش قادرة ان هي تجهز نفسها للجواز. طيب، ايه الاوراق المطلوبة علشان تعرف تاخد معاش مشيخة الازهر؟ طبعا انا والله ما عنديش خلفية، بس هو مش هيقل عن 600 700 جنيه برضو شهريا، عن زي وزي تكافل وكرامه. اول حاجه حضرتك بتتوجه لمشيخه الازهر وبتقدم او بتاخد طلب من هيئه الازهر بصرف المعاش، وبتاخد معاك صوره موثقه من عقد المسكن، صوره من التزامات المتقدم مثل مستحقات المدرسه. يعني انت بتاخد معاك صوره من الحاجات اللي انت عايز تاخد المعاش عشانها، سواء كانت مصاريف المدرسه او مصاريف الجامعه الى اخره. تمام. وبتاخد معاك صوره من باخر شهر من ايصالات المرافق وغيره. تمام. وبعد كده بتاخد معاك صوره من بطاقه الرقم القومي بتاعك، طبعا لازم تكون ساريه. تمام. شهاده الميلاد للناس اللي هم اقل من 18 سنه. وتقدم الاوراق في بيت الصدقات المصري. تمام. طبعا كل الاجراءات دي بتتم في بتجهز الاوراق دي عشان تقدر ان انت تحصل على معاش مشيخة الازهر. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.